الشيعة وما أدراك ما الشيعة. فأنا شو بنظرك؟ أنا مسلم سني، أنا مسلم سني موحد لله سبحانه وتعالى، شو بنظرك؟ أنا كافر ولا كيف؟ كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كافر زنديق ملعون إبليس أشرف منك وأطهر. بعد الفيديو اللي حضرتك شفته ده وبعد التمثيلية اللي إيران بتعملها علينا لازم نتكلم ونفضح الشيعة وتعرف مين هم الشيعة ومين هو اليهودي اللي أسس دين الشيعة وليه سيدنا علي حرقوا بالنار وكم طائفة وظهروا إمتى وظهروا فين وأهدافهم إيه وإزاي الغرب قدر على مر العصور يستغلهم في حربه على المسلمين. وهل إيران فعلا بتكره الكيان المخروم والولايات اللي ما اتحدتش غير علينا ولا كل دي تمثيلية وفيلم هم عاملينه؟ الكلام اللي جاي ده خطير جدا ومهم جدا وانا متأكد انك اول مرة تسمعه فركز معايا. انا جاي النهارده اكلمك عن اخطر طائفة عايشة دلوقتي بين المسلمين. علي عندنا معصوم، علي عندنا يملك الكون، علي عندنا خالق الكون. تخيل كده يا جماعه طلعوا بيقول لك احنا مسلمين بس خلي بالك عندنا قرآن غير القرآن بتاعكم، القرآن بتاعكم ده محرف، عندنا كعبة غير الكعبة بتاعتكم، الكعبة بتاعتكم دي مش هي الكعبة الحقيقية، وعندنا كمان دين غير الدين بتاعكم، الدين بتاعكم ده ما يلزمناش، اما انتوا فانتوا كفار انجاس لازم نخلص عليكم. ما تستغربش الكلام اللي انت سمعته ده خاصة لما تعرف ان زعيمهم ومؤسسهم واصلهم واساسهم هو واحد يهودي ادعى انه مسلم عشان يفسد على المسلمين دينهم، وهو عبد الله ابن سبأ اليهودي. عبد الله ابن سبأ اليهودي اول واحد سب الصحابه وقال بامامه سيدنا علي بن ابي طالب، وهو سبب التشيع من ساعه ما ظهر الى عصرنا الحديث. اما فتنته فهي بدات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما تولى سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الخلافه، فطلع يقول ان اللي كان اولى بالخلافه دي سيدنا علي، لكن سيدنا علي اخمد الفتنه وبايع سيدنا ابو بكر، وبعد سيدنا ابو بكر بايع عمر رضي الله عنه، لكن بدات نار الفتنه تشتعل بعد موت سيدنا عثمان رضي الله عنه اللي قتلوا الخوارج، قتلوه الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوه في بيته وهو بيقرأ القرآن. وهنا اختلف الصحابة، فكان رأي السيدة عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم وبعض الصحابة ان قتلة عثمان لازم يتعاقبوا في الحال. سيدنا علي كان ليه رأي تاني ان الدولة دلوقتي الإسلامية مش مستقرة وفي حالة ضعف، فترجع تاني لوضعها ولاستقرارها وساعتها هتبقى أقوى وتقدر تحاسب الخوارج قتلة عثمان رضي الله عنه. راحوا سيدنا علي في جيش وقعدوا واتكلموا معاه وكانوا فعلا خلاص اتفقوا وهيرجعوا تاني، بس عبد الله بن سبأ قدر بحيلة ذكية جدا يقوم الفتنة بين الصحابة ويخليهم يتقاتلوا فيما بعضهم. جه بالليل وقسم أتباعه لفرقتين، فرقة راح الجيش سيدنا علي وفرقة راح الجيش سيدة عائشة والزبير، والفرقة اللي راح الجيش سيدنا علي بدأوا يقتلوا فيهم، فسيدنا علي فكر ان جيش طلحة هجموا عليهم بالليل، وجيش طلحة والسيدة عائشة بدأوا يقتلوا فيهم، ففكروا ان جيش سيدنا علي هجم عليهم بالليل، وقام الجيشين فاقتتلوا في معركة اسمها معركة الجمل. ولما رجعهم سيدنا علي واصر على رايه كان بعدها على طول معركه صفين، وقتها راح عبد الله بن سبأ لسيدنا علي وقال له انت قال من انا قال انت الله، انت الاله الحق. وكان اول واحد بيدعي الالوهيه في سيدنا علي رضي الله عنه اللي طلع منه فرقه العلويين اللي هنتكلم عليهم كمان شويه. سيدنا علي لم يتحمل الكلام وامر به فاحرقه ومات عبد الله بن سبأ، لكن شيعته واتباعه كانوا لسه موجودين. بعد معركه صفين اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهم قام الخوارج والشيعة وقتلوا سيدنا علي رضي الله عنه وهو رايح يصلي صلاة الفجر. وبعد كده تنازل سيدنا الحسن رضي الله عنه لسيدنا معاوية بالخلافة واستتبت الأمور وهدأت الفتنة، بس الشيعة لم يهدأوا والخوارج لم يهدأوا. الشيعة قعدوا يأججوا نار الفتنة بين المسلمين، شوية بسب الصحابة اللي وقفوا قدام سيدنا علي، وشوية بأن معاوية لا يستحق الخلافة، وكذلك الخوارج. كل ده والشيعة ما هم إلا طوائف بتسعى للسيادة والوصول للحكم. لكن بعد معركة كربلاء اللي مات فيها سيدنا الحسين رضي الله عنه اختلفت الأمور تماما. معركة كربلاء اللي كانت في العراق اللي كان سببها ان أهل العراق الشيعة بعتوا لسيدنا الحسين ان هو يقف قدام جيش يزيد ابن معاوية اللي مسك الحكم بعد موت سيدنا معاوية رضي الله عنه. كتير من الصحابة حاول يمنع سيدنا الحسين انه يستجيب ليهم، لكن سيدنا الحسين اخذ 72 واحد من اهل بيته وسافر على العراق عشان يقف قدام جيش يزيد بن معاوية اللي كان عددهم 5000. هنا الشيعة
يخونوه يتخلوا عنه تماما، يلاقي نفسه هو وال72 من أهله واقفين قدام جيش تعداده 5000. وفعلا وقعت الواقعة ومات سيدنا الحسين رضي الله عنه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بعدها على طول اتغيرت الأمور تماما، حس الشيعة بالندم، عملوا جيش اسمه جيش التوابين، حاولوا يحاربوا يزيد بن معاوية لكنه برضه خلص عليهم وفروا وهربوا من العراق. هنا انتقلوا من مذهب شيعي عايز السيادة والحكم لمذهب ديني عايز يكفر عن ذنوبه، وبدأوا يحطوا القواعد الفقهية اللي موجودة إلى يومنا هذا. وهنا بقى تحديدا بدأ الشيعة ينقسموا إلى طوائف ومجموعات. ليه سيدنا الحسين لم يتبقى من أولاده إلا سيدنا علي زين العابدين؟ سيدنا علي زين العابدين أنجب 3 أولاد، زيد بن علي، جعفر الصادق، محمد الباقر. وهنا انقسمت الشيعة لطوائف، كل طائفة بتتبع إمام. وهنا ظهرت فرقة الزيدية اللي بيتبعوا زيد بن علي، والجعفرية اللي بيتبعوا جعفر الصادق، وبعد كده ظهر الروافض اللي كانوا بيتبعوا محمد الباقر. أما أشدهم كفر وأخطرهم على الإسلام فهم الشيعة الجعفرية اللي احنا بنقول عليهم النهاردة الاثنى عشرية أو الإمامية. طب ليه بيتقال عليهم الاثنى عشرية؟ لأن هم بيؤمنوا إن في 12 إمام كلهم معصومين، بداية من سيدنا علي رضي الله عنه نهاية بمحمد بن الحسن العسكري اللي بيقولوا عليه الإمام المهدي اللي كان عايش ودخل سرداب ما تعرفش هو فين وهيخرج منه امتى، بس بيعتقدوا إن هو هيخرج في آخر الزمان. وبعدها طلع الإسماعيلية اللي هم نسبة لإسماعيل بن جعفر الصادق اللي بنقول عليهم الفاطميين، وكانوا عايشين في مصر. وبعد كده طلع القرامطة اللي راحوا الحج وقتلوا الحجاج وأخذوا الحجر الأسود أكتر من 100 سنة، والحجر موجود عندهم لحد ما رجع الكعبة تاني. وبعدهم طلعوا العلويين اللي بيعبدوا سيدنا علي اللي موجود منهم كتير دلوقتي في سوريا. وبعدهم طلع البهرة والروافض، أكتر من 45 فرقة وطائفة بالشكل اللي انت شايفه ده. أما الغرب بقى يا سيدي فاستغلهم أحسن استغلال، فحاربوا على المسلمين على مر العصور، بداية من المغول والصليبيين والروس والإنجليز إلى يومنا هذا، وهم بيستغلوهم في حربهم على المسلمين. زي ما انت شايف كده الحوثيين ليل ونهار بيضربوا في السعودية، إيران راحت مدمرة سوريا ولبنان والعراق، ولو يقدروا النهاردة هيهدوا الكعبة ويخلصوا على المسلمين. وهنا في سؤال مهم اكيد انت بتساله دلوقتي وتقول لي ازاي بيساعدوا الغرب ودول مش مسلمين؟ فانا عايز اقول لك عشان تعرف اجابه السؤال او اهم سؤال في كلام النهارده فركز معايا، لان انت لازم تعرف نظره الشيعه لينا احنا اهل السنه، بيقولوا علينا ايه وبيعتقدوا فينا ايه. اولا يا سيدي الشيعه دول بيعتقدوا اننا انجاس كفار لازم يخلصوا علينا وبيتقربوا بدال ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي موجودين دلوقتي السيستاني والخميني الهالك وحسن نصر الله، انا هجيب لك الكلام ده من الكتب الشيعية مش كلامي أنا. فعندك كتاب لواحد اسمه نعمة الله الجزائري، في كتاب اسمه الأنوار الجزائرية، بيقول إيه كده؟ بيقول بالنص: نحن لا نجتمع مع السنة على إله ولا على نبي ولا على إمام. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن الإله اللي نبيه محمد وخليفته أبو بكر لا نقول بهذا الإله، فالإله اللي نبيه محمد وخليفته أبو بكر ليس إلهنا ولا هذا النبي نبينا. لا نجتمع مع أهل السنة لا على إله ولا على نبي ولا على إمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، القرآن اللي عندك ده هم عندهم قرآن تاني خالص، عندهم القرآن بتاع حضرتك ده قرآن محرف وما بيعترفوش بيه، وألفوا كتب فيها. أشهر كتب عندهم في تأليفهم إن القرآن محرف لواحد اسمه المحدث النوري الطبرسي، عمل كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب، عامل كتاب بيثبت ان القرآن محرف. امال هم عندهم ايه؟ عندهم 4 أو 5 كتب تانيين كده، من ضمنهم كتاب اسمه العبيط، والله هو اسمه كده، اسم الكتاب العبيط. وعندهم كتاب اسمه الصحيفة، ده بيقول لك ان النبي ملاه للسيدة فاطمة علشان الشيعة بس مش عشان حد غيرهم. وعندهم كتاب اسمه الناموس وغيره وغيره، كتب ألفوها ليهم ما أنزل الله بها من سلطان. أما الكعبة فدي مش قبلتهم، القبلة بتاعتهم قربلاء، ولو يقدروا النهاردة هيهدوا الكعبة دي عشان يبقى الحج إلى قربلاء مش إلى الكعبة المشرفة. دينهم غير ديننا، ليهم عقائد غير عقائدنا. ده ضيف على ده بقى غير الزنا اللي بيسموه المتعة. يقول لك من تمتع بامرأة مؤمنة كان كمن حج أو زار الكعبة 70 مرة، ومفيش بأس أبدا ولا مشكلة إن أنت تتمتع بالطفلة الصغيرة، عادي عندهم. ده غير الخمس اللي هو زي صكوك الغفران كده يغفروا لك بيه ذنوبك وتشتري بيه مكان في الجنة. كل ده كذب وزور على دين رب العالمين. دينهم هو سب للصحابة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله
الله عنهم والسيدة عائشة رضي الله عنها، هو ده الدين بيدينوا بيه إلى الله عز وجل. وأنا جاي أفاجئهم مفاجأة من العيار الثقيل، بيسبوا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. طب عايز أقول لك وأقول لهم، تعرف إن الحسين رضي الله عنه كان متزوج من السيدة حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه؟ تعرف إن سيدنا علي رضي الله عنه تزوج من السيدة أسماء بنت عميس بعد موت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه؟ بيسبوا سيدنا عمر. طيب 2، تعرف إن سيدنا علي رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم لسيدنا عمر رضي الله عنه؟ 3، تعرف ان محمد بن علي بن سيدنا الحسين رضي الله عنه تزوج من ام قرة بنت القاسم بنت محمد بن ابي بكر رضي الله عنه، وانجبت ليه الامام جعفر الصادق اللي جده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. تعرف ان رملة بنت سيدنا علي اخت سيدنا الحسين تزوجت من مروان بن الحكم الاموي؟ تعرف ان فاطمة بنت سيدنا الحسين تزوجت من عبد الله ابن عمرو بن عثمان الاموي؟ عايز اقول لك في الاخر ان هم بينهم نسل وقرابة ومصاهرة علشان يكذبوا الشيعة الى يوم القيامة. في الاخر انا عايز اقول لك اللي بيحصل ده فيلم وتمثيلية من ايران والكيان المخروم والولايات اللي ما اتحدتش غير علينا. انا عايز اقول لك ان هم مش اعداء، بل بالعكس دول احب الاحباب. الشيعة خلال ال10 سنين اللي فاتوا اشتروا اكبر صفقة سلاح من الكيان المخروم. عايز اقول لك ان الولايات اللي ما اتحدتش غير علينا تقول لك عندهم نووي ولازم نحاربهم ولازم نطلع من عندهم زي ما عملوا من العراق النهارده، قالوا بكره حاربوهم، لكن دول من سنين 10 15 سنة وهم بيتكلموا والتانيين بيردوا عليهم، ما فيش اي افعال. ازاي هيتجرأوا على الشيعة والشيعة بتعمل لهم اهم حاجتين بيقدموه لهم على طبق من ذهب وبيحاربوا عنهم بالوكالة؟ الحاجة الاولى ان هم سبب زعزعة الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. شوف النهارده بيحاربوا السعودية ودخلوا سوريا وبوظوا العراق ولبنان، الكلام ده اتعمل واتقدم على طبق من ذهب للولايات اللي ما اتحدتش غير علينا علشان يبقوا هم مبسوطين. الحاجة الثانية، ايران بالنسبة لهم حليف مهم جدا لان عندها تاني اكبر احتياطي غاز في العالم، فهم بيدوهم سلاح وهم بيدوهم غاز والعملية ماشية من تحت لتحت، انما في الظاهر يضحكوا علينا. الشيعة عايزين يخلصوا مننا، الكيان المخروم والولايات اللي ما اتحدتش غير علينا عايزين يخلصوا مننا احنا الاثنين، فيمدوهم بالسلاح ويسيبوهم يضربوا في السعودية ويخربوا في سوريا، ولو قدروا يخشوا مصر، ويعملوا كده مع كل بلاد العالم. فاللي انت بتسمعه ده وبتتفرج عليه يا صديقي ده مسرحية اتعرفت واتحرقت من زمان، لكن للاسف ناس كتير من المسلمين ما تعرفش الكلام ده، فكرين فعلا ان هم ممكن يحرروا قدس او يقفوا جنب ناس مظلومين زي اخواننا. الكلام ده والله ما حصلش ومش هيحصل. انا عايز اقول لك ان ايران ما فيهاش مسجد واحد للسنة، انا عايز اقول لك ان هم خلصوا على ملايين المسلمين من السنة علشان تبقى دولة شيعية وبس. ناس سبوا ربنا وسبوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غيروا القرآن والسنة والدين. فاوعى تصدق اشعاراتهم وخليك عارف ان هم والكيان المخروم والولايات التانية ما هما إلا وجهان لعملة واحدة، وهي الحرب على الإسلام والمسلمين. فيا ريت الناس تفوق وبلاش تفرح بالشعارات والكلمتين اللي بيقولهم لك، يقول لك كل الخيارات متاحة، وفي الآخر بيعمل إيه؟ ولا بيعمل أي حاجة. وفي الآخر هيعمل إيه؟ ولا هيعمل أي حاجة. هو لو قادر هيخلص عليك أنت ويحاربك أنت. فبلاش يضحك عليك، الكلام ده والله مهم جدا. ناس كتير ما تعرفش حقيقتهم، ما تعرفش بدأوا إمتى، ما يعرفوش عايزين مننا إيه، ما يعرفوش هم هدفهم الأكبر إيه. فيا ريت تبقى سبب ان الكلام ده يوصل لغيرك، وانك تفهمه كويس، وانك ما تصدقش حاجه من اللي بتحصل دي، لان كل اللي بيحصل ده فيلم هنبقى احنا ضحيته لو ما فهمناهوش وما فوقناش نفسنا ورجعنا لكتاب ربنا ولسنه نبينا واعتمدنا على نفسنا. ساعتها والله ربنا هينصرنا، ننتصر بالله عز وجل. فلازم نرجع لربنا، الكلام ده مهم جدا. فيا ريت تبقى سبب ان يوصل لغيرك. السلام عليكم.